لغايه ما جه محمد علي. محمد علي عمل حاجه احنا افتقدناها، وهي سبب نهضه مصر كلها. هو كان طبعا دكتاتور ماشي، مش هنحاسبه سياسيا يعني، ما احنا عارفين انه دكتاتور، انما هو استلم بلد ما فيش. ايوه استلم بلد تعدادها من 2 ل 2.5 مليون، بعد ما كانت في القرن الثامن من 10 ل 12 مليون. ايوه مات اهلها في الاوبئه وفي الجوع والمجاعات ايام العصر الاسلامي ده كله، رغم الانجازات الحضاريه المباني الجميله اللي بنشوفها، ودي كانت انجازات الامراء ايوه والملوك، يخلد نفسه بجامع، مش العامة، مش الناس يعني، يخلد نفسه بجامع او كده. وده شيء عظيم، شوف موجود لحد دلوقتي في القاهره وغيرها يعني. انما هو كان في اضطهاد للمسيحيين، اضطهاد لليهود، اضطهاد للاجانب كلها. فكان اصدر مرسوم مهم جدا عنوانه حريه العبادات. انتهى موضوع تميم. توافد عليها كل المضطهدين في العالم، جم اليهود المضطهدين في اسبانيا وفي روسيا زي اصبحت بتستقطب تستقطب، جم اليونانيين، جم الارمن اللي هم في مذابح العثمانيين، العثمانيين. كل ارمن وطلع منهم ممثلين، تعد بقى انت ايوه الفنانين طبعا والرسامين بقى من كتير والجوهرجية جدا، الجوهرجية وجوهرجية. بالذات. وبدا كل الجاليات دي تعمل صناعات وتعمل يعني المسرح يعقوب صنوع ده اصلا من الشام، وبدات السينما من الاخوان اللي دول من الشام، وممثلين والرسوم والرسم والصحافه، لدرجه يا استاذ حسين ان الصحافه كانت تبدا في اسكندريه، تطلع القاهره، الاهرام بدات في اسكندريه، السينما ابتدت في والسينما اسكندرية. ابتدت في اسكندريه، كله يبدا في اسكندريه ويطلع على القاهره. وكان في اسكندريه في يوم من الايام 35 جريده ومجله اجنبيه بلغات اجنبيه للجاليات الاجنبيه. ففي ذلك يعني 35 تصدر مجلة من اسكندرية. تصدر من اسكندريه، لان الناس عايشه في سلام، ما فيش حاجه اسمها انت مين او ايه. وقامت حرب 56 وبدا عداء كبير جدا للاجانب. طب الاجانب دول نوعين، اولا الاجانب اللي عايشين هنا نصهم مواطنين طبعا الجاليات البعثات دي عدد قليل، انت عاوز تخلص بعثات تخلص البعثات، لكن ليه تتخلص من لما الاجانب؟ دول سكان، دول سكان مواطنين مصريين، مواطنين ودول وحملوا جنسية واتولدوا ودول هنا. اللي ساهموا في النهضه المصريه. بدا الاعلام يهاجم الاجانب هجوم فظيع جدا، وبداوا يمشوا. اكثر ناس اضيروا طبعا من الحكايه دي يهود اسكندريه ويهود مصر كلها، لان يهود اسكندريه ويهود مصر ما هماش كلهم كانوا مع اسرائيل، كان نسبه اللي مع اسرائيل 1 في الألف، يعني واحد، ده بالعكس، ده هم لغايه 48 كان ليهم جمعيه صهيونيه رسميه. ايوه كانت الدوله مش ضد الحكايه دي، مش عارفين المسائل يعني، لكن ما كانش الناس كلها مثقفين، وكانوا معظمهم في الاحزاب اليساريه، ايوه وهم اللي اسسوا الاحزاب اليساريه، كان منهم كتير في الاحزاب اليساريه. فانت اعتبرتهم كلهم يهود ومشيتهم، اعتبرتهم كلهم صهاينه مش يهود، صهاينة كمان. ومشيتهم 90% منهم ما راحوش اسرائيل، راحوا بريطانيا، فرنسا، امريكا اللاتينيه. اللي راح اسرائيل عدد قليل جدا، قليل قوي قوي، وما راحوش، ما كانوش عايزين يروحوا مش عايزين اسرائيل، يروحوا. هم اصلا ضد الفكره الصهيونيه. ومضتهم على ورق ان ما يرجعوش تاني. خسرت عقل ورجال اعمال، تجار القطن وتجار البورصه وتجار المحلات، ويعني رواج في الحياه، ومصانع صغيره وغيره. دول اول ناس كديهم. التانيين طبعا كانت دي بقى الضرر كمان الاعظم، اليونانيين. لان اليونانيين ما كانوش اجانب، ده هم اللي عملوا اسكندريه. هي اسكندريه مدينه يونانيه عملها الاسكندر الاكبر، وجم ايام محمد علي عملوا نهضه عظيمه جدا في الصناعه، وعملوا التجاره، الصالون الاخضر وغيره وغيره، وحتى البن البرازيلي كان صاحبه يوناني، وكل المحلات اتينيوس ده كان صاحبه يوناني، اشتراه من صاحب الارض اللي هو كان يهودي، اشترى منه ايطالي، يهودي ايطالي، اشترى منه وقال له هعمل اول دور فرن والعماره بتاعتك، وبعدين الفرن تحول الى اتينيوس وديليس وتعد بقى، وعشرات واليت وغيره، كلهم اصل يوناني. واتفقوا مع عبد الناصر انه ما يأممهمش، للاسف اخذ الاتفاق وأممهم، خدعهم للاسف الشديد. فمشوا، خرجوا. الخروج الكبير ما كانش في التأمين، الخروج الكبير كان قبل التأمين. التأمين اللي فضل هم اللي خرجوا. قبل التأمين في سنة 57 الدولة عملت سياسة اسمها التمصير، ايجيبشنايزيشن. ايوه دخلت في الصناعة والزراعة والتجارة بنسبة 51% والبنوك الدولة، عشان يبقى هي ليها السهم الأكبر في البورصة. فكانت النتيجة إن 51% من الملاك أو رجال الأعمال مشوا، اللي اشتروا منهم الحاجة. فضل 49% أنموهم في 61. كان التأمين دي الخبطة الأخيرة. الخبطة الثانية.
ما خلاش حاجه. صناعه الجلود اتأممت، حتى الحاجات الصغيره اتأممت، يعني مش وستيا وغيره، مصانع النسيج وكل النهضه دي بقت قطاع عام واتأممت، والناس دي كانت منتجه وبيدفعوا ضرائب ومخلين المدينه اسكندريه دي شارع صلاح سالم اللي هو قبل كده كان شارع شريف باشا قبل ما يحطوا رئيس صلاح سالم. وشريف باشا ده رئيس الوزراء ايام اسماعيل باشا وايام توفيق باشا، كان ضد الانجليز، كان مع عرابي. الشارع ده كان كله محلات فرنسيه وانجليزيه، موضه ولبس، وتطلع منه الموضه على فرنسا. هانو تبتدي هنا في الأول. تبتدي هنا في اسكندريه. هانو ده اللي هو في شارع احمد عرابي دلوقتي، اللي كان شارع توفيق باشا، أيوة. سموه احمد عرابي اوكي. هانو ده كان فيه كافيتيريا فيها كل الاجانب، ويعني وكان يطلع مثقفين وكده، وهكذا. كان كل شيء بيطلع من السينما اللي بدات هنا. تمام. اول فيلم اتعرض في العالم فيلم الاخوين لومير، اتعرض في ايوه فرنسا في باريس 1895. ايوه بعدها ب5 شهور اتعرض في اسكندريه، هنا في اسكندريه في القهوه. في اللي هو بيقولوا في اللي هو قصر الابداع دلوقتي، كان قصر محمد علي، كان نادي محمد علي. ايوه فيقال انه عرض فيه، كان ساعتها نادي محمد علي. أيوة. وعرض هنا، وبدات صناعه السينما هنا، بدا الاستوديو وبدا بقى الناس بالظبط كده، والسينما كانت اصحابها يهود محمد وطراينة. بيومي يعني. محمد بيومي بدا عمل استوديو وعمل استوديو كبير وافلام تسجيليه وغيره. وبقى في النهارده في اسكندريه من 20 سنه في عصابات بتحاول تقضي على الشوارع القديمه. يعني حضرتك لو رحت شارع النبي دانيال تعيط، تشوف ازاي البلكونات بتقع، ازاي في تخريب فيه، لان في ناس عاوزه تهد كل العمارات اللي فيه. الشارع الاعلامي اللي هو كان همزه الوصل بين الكورنيش وبين المنطقه الجنوبيه في اسكندريه، المنطقه الشعبيه طول عمره شارع النبي دانيال. فمروا عليه شوفوا شكل العمارات دلوقتي ايه، وشوفوا زمان كان ايه. في تخريب بيحصل متعمد في المدينه. انت لغيت الثقافه دي ليه؟ التسامح، توليرانس، اتلغى ليه؟ ليه لما كان بابا الطائفه الانجيليه في عيد ميلاد المسيح يطلع من المستشفى من الكنيسه الانجيليه في المنشيه، يطلع يمشي في الشوارع والناس ترمي عليه من البلكونات بونبوني وحاجات المسلمين كلها وغيرهم؟ طب التراث القديم ده مش تراث الاستعمار، ده تراث الثقافه العالميه، تراث ثقافه. احنا البحر الابيض المتوسط، احنا مش الجزيره العربيه. احنا الجزيره العربيه يربطنا بيها حاجتين، ومش ضده، ان احنا اللغه العربيه والديانات، سواء المسيحيه او الاسلام جم من هناك، أيوة. او اليهوديه، كله جه من المنطقه دي، سواء شمال الجزيره او جنوب الجزيره. فما عندناش مشكله معاهم، لكن العادات والتقاليد لا. مش بتاعتنا. العادات بتاعت البحر المتوسط، يعني عاداتنا وتقاليدنا وبتاعت مصر، واصبحت مدينه سلفيه، مدينه وهابيه، الاغلبيه سلفيين ووهابيين، والعشوائيات اشتغلت فيها، والجوامع العشوائيه، لان السادات عمل قانون. احد ضحايا السادات هو السبب الرئيسي، لانه كان داخل في الحرب مع امريكا ومع السعوديه ضد الاتحاد السوفيتي. طب وانا مالي انا في افغانستان؟ انا مالي؟ بدا يعني انا مالي؟ شجع التيارات اللي سماها اسلاميه ايوه وسمى نفسه امير المؤمنين على اساس انه يوازن بها التيارات اليساريه، فلتت منه وطلع منها الجهاديين اللي قتلوه. ما هو بيطلعوا من الاول سلم وبعدين يطلع لازم منهم طبعا ييأس ويطلع التيار متطرف. ما التطرف بيجي من اليأس، لان في الاخر هو ديكتاتور. هو قال لك انا امير المؤمنين ما حدش يتكلم الا انا، فطلع له ديكتاتوريه. فعمل قانون غريب قوي ساعتها، ان اللي يبني زاويه يخالف. أيوة. القانون ده اتلغى ايام مبارك بس شغال. زي يبني زاويه صغيره يبقى اللي بيدن فيها بواب ويطلع 10 ادوار فيها 4 متر. فبدات ما تدفعش ضرايب. بدات العشوائيات، لدرجه مثلا بدا اكبر جريمه تمت في اسكندريه، والناس تضحك لما اقول الكلام ده، هي ردم بحيره مريوط. ما هي بدات من السبعينات، بدات من النص الثاني من السبعينات على خفيف، ايوه ثم كبرت في الثمانينات. بحيره مريوط دي اللي هي جنوب اسكندريه كلها، اللي هي بين شطين الميه. اسكندريه كانت بين شطين وميه. محمد علي احمد ده شاعر سكندري، وبالمناسبه الله يرحمه يعني هو احسن من كتب عن اسكندريه واحسن من كتب عن القاهره اللي هي رايحين الغوريه. دي هايله. هاتوا الحديد برضه محمد امين اللي غنى الاثنين. محمد امين غنى اللي غنى الاثنين الاثنين بين شطين وميه. محمد امين. فالبحيره دي اتردمت، بقت مصانع بترول ومصانع كيماويات، وكانت ثروه سمكيه عظيمه جدا راحت. واتعمل الداون تاون الجديد ده اللي هو كارفور ده، اصلا لما جم يعملوه كوميديا، انه بداوا قالوا هنعمل حديقه دوليه. فبداوا ازاي؟ حديقه دوليه نردم بحيره مريوط، الجزء الاولاني اللي بارز ده بقى يردموه لا مؤاخذه زباله المدينه. الزباله فيها مواد عضويه، فيها رجلين فراخ وهي فيها جلد، مواد عضويه. فبعد ما ردموها وحطوا تراب وزرعوا شجر، طلعت دود لا مؤاخذه المواد العضويه، فكان الشجر
طبعا فما نفعتش الجنينه. طبعا. فراحوا عاملين بقى اوتيلات وعاملين قهاوي وعاملين كارفور. بنا بقى. بقى اوتيل